فإننا في يوم من أيام الله وحق لنا الاحتفاء، إذ أجل ما يحتفى به القرآن الكريم. وبمناسبة هذا اليوم المبارك جادت القريحة بأبيات متواضعة تخلد لهذه الذكرى، فأقول وبالله أستعين: بدأت بسم الله الجليل معتمد كل صحيح وعليل، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد العدنان الأصيل. وبعد فإننا في يوم رباني غير مخفي الفضل على العقيل، إذ سكينة ورحمة تغشانا وملائك تحفنا بأمر الجليل. وما جمعنا هذا إلا بعد عام مضى في خدمة آي التنزيل، فكم من فتى وكم من كهل ارتاع من هذه الحياض يا خليل، بسند صحيح محلى بالثقات كابرا عن كابر إلى الرسول. فهذا إمامنا قد غدا قبلة لكل طلاب الدليل. فيا رب اجعل شيخنا وصحبه من رواد الجنة والعين السلسبيل. وها نحن نفرح بفتية قد ختموا كلام العلي بالترتيل، محيين بذلك سنة الفاروق عمر بن الخطاب الخليفة العديل. ولا ننسى ذكر نجم الحاضرة حنتوت ذا الفضل وعدو البخيل. ولا ننسى ذكر نجم الحاضرة حنتوت ذا الفضل وعدو البخيل، فاق الأقران بخلق رفيع وبعلم جم وشرف أصيل. وتحية منا إلى كل كهل يكد لعله يدرك ركب التحصيل. وقد أبى قطبنا إلا إكمال الفضل بترويج القوم على التحقيق والتسهيل، في جلسة إقراء يسعى إليها كل راغب في الخير متبع للسبيل. نثر الغبار عن سفر مالك وأحيا الشاطبية بالشرح والتحليل، ونهيك عن مبادئ علوم شرعية تولى الأساتذة بيانها بالإيضاح والتأصيل، من تفسير وتجويد وحديث وسيرة مع نحو وفرنجية وتقنيات التوصيل، وكعادتها في السبق إلى كل خير والدعوة إلى المعروف وإحياء الأصول. جرى التنافس بين أقران حفاظ من أبناء مغربنا في رسم التنزيل، فاللهم يا رب أدم نعمك علينا واحفظ شريعتنا من التغيير والتبديل، وارزقنا جوار النبي المختار مع الصحب الأخيار في الظل الظليل. وها هي ذي منح تمنح للتحفيز، فأكثروا يا إخواني من التكبير والتهليل. وقد تم بحاضرة العلم والجهاد ل9 خلون من شهر الله الفضيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.